بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات الصف الثالث الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى تكون الدروس اللي فاتت تكون اتذاكرت كويس، وحلينا عليها أسئلة ودونا بعض الملاحظات، لأن التركيز مهم جدا في الدروس عشان مفيش حاجة تقع مننا أو تنسوها إن شاء الله. نيجي للدرس الثالث بعنوان الكفاح الوطني ضد الاحتلال البريطاني. عرفنا في آخر درس اللي فات إن أحمد عرابي حاول على قدر الإمكان إن هو يقوم بالدفاع نحو مدينة القاهرة للدفاع عنها، ولكن تسربت إليه والمجموعة من رفاقه روح اليأس والاستسلام، وتم القبض عليهم ومحاكمتهم ونفيهم لجزيرة سيلان في الهند، وبالتالي أصبحت مصر تحت الاحتلال البريطاني. وناقشنا كمان أسباب فشل الثورة العربية. تعال بقى دلوقتي نعرف أحوال مصر تحت الاحتلال البريطاني. طبعا فترة هتكون صعبة جدا جدا على المصريين. الإنجليز جايين مصر عشان مصلحتهم، فبدأ يفرض الإنجليز على المصريين سياسة الهدف منها فرض سيطرتهم على البلاد، وده هيتضح من خلال النقاط اللي هنتكلم عنها دلوقتي، من خلال الحكم والإدارة، الحياة النيابية، الجيش، الاقتصاد، التعليم. نبدأ بالحكم والإدارة. الإنجليز أصبحت السلطة الفعلية في مصر في يد المعتمد البريطاني، يعني أصبحت سلطة الخديوي في مصر هي سلطة شكلية تنحصر فقط في التصديق على قرارات الاحتلال. دلوقتي يا عم توفيق، انت واللي هيجي من بعدك مجرد شكل او صورة فقط، ولكن الحاكم الفعلي والحاكم الرئيسي اللي موجود في مصر هو المعتمد البريطاني اللي في ايده كل السلطات في مصر. انت فقط سلطة شكلية ينخدع بها المصريين. انت يا خديوي سواء توفيق او غيرك فقط مهمتكم التصديق على قرارات سلطات الاحتلال. أما بالنسبة للحياة النيابية فقد تم إلغاء مجلس النواب. مجلس النواب اللي انتخب عام 1881، اللي كان برعاية الثورة العربية وكان بيناقش الميزانية وغيره. المجلس ده تم إلغائه تماما. مش عايزين بقى صوت الشعب، احنا نخرس الناس دي كلها ونكمم الأفواه ونجيب شخصيات على مزاجنا. فالإنجليز عملوا إيه؟ ألغوا مجلس النواب وأنشأوا عدة مجالس صورية شكلية. مجالس صورية شكلية لا سلطة لها ولا من الآخر كده لا بتهش ولا بتنش ولا لها أي لازمة. طب المجالس دي بتخدم الاحتلال البريطاني زي إيه بقى؟ زي مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ثم الجمعية التشريعية. ده الترتيب بتاعهم. تم إنشاء أولا مجلس شورى القوانين ثم الجمعية العمومية ثم الجمعية التشريعية. طيب، أما بالنسبة للجيش، دلوقتي واحد احتل بلدك وحاصر جيشك وهزم جيشك، تخيل بقى اللي احتل بلدك ده هيهتم بالجيش المصري؟ طبعا لا. تم بقى تسريح الضباط والجنود وخلوا اللي فاضل بس في الجيش المصري ما يقرب من حوالي 6000 جندي فقط. انت متخيل؟ 6000 جندي فقط بعد ما كان احمد عرابي بيحلم يبقى 18000، تم تخفيضه للتلت، يعني 6000 جندي فقط. والنكتة بقى يا سيدي، النكتة ان يتولى قيادة الجيش المصري ضابط انجليزي. وللأسف يتولى قيادة الجيش المصري ضابط انجليزي. وطبعا الجيش المصري المفروض ان هو هيحارب الاعداء. طب اذا كان الاعداء هم القيادة بتاعتك، فانت كجيش مصري مهمتك ايه بقى دلوقتي؟ تم حصر مهمة الجيش المصري فقط في حفظ الامن والنظام، زي قوة الشرطة بالظبط. يعني فقط كل مهمته هي حفظ الامن والنظام. نيجي للاقتصاد. طبعا البريطانيين اهتموا اهتمام بالغ جدا 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 بالاقتصاد من اجل خدمة مصالحهم هم، فاهتموا بالزراعة. ايه ده، الانجليز اهتموا بالزراعة؟ اه. الانجليز اهتموا النهر النيل في مصر؟ اه. ازاي؟ بدأوا يتوسعوا في زراعة القطن لتوفيره طبعا كمادة خام للمصانع البريطانية.
بدأوا يحاربوا الصناعة المصرية، ده لو كانت في صناعة أصلا، وبدأوا ما يخلوش المصريين يعملوا بيه الصناعة، وإن كانت حتى الصناعة الموجودة صناعات على قدها. لا، احنا عايزينكم كده من غير صناعة. ليه؟ هدف بريطانيا من ده ايه؟ تسويق منتجاتها الأجنبية في مصر، أو تسويق المنتجات البريطانية والأجنبية في مصر. هنخلي مصر دي تستقبل المنتجات الأجنبية، وبالتالي فلوسكم يا مصريين هنبيع لكم، وناخد فلوسكم نجيب بيها سلاح ونضربكم بعد كده. انتوا خدي بالك. طبعا ترتب على هذه السياسة، بدأ مجموعة من كبار الملاك والأعيان يتزلفوا أو يتقربوا من الاحتلال، وكانت هذه المجموعة مستفيدة استفاد كبير جدا من علاقتهم مع الإنجليز، ونموهم أو ازدهارهم ونموهم الاقتصادي مرتبط باستمرار بقاء الاحتلال. يعني ايه؟ معلش اقف معايا في الحته دي شويه. حاضر. دلوقتي في مجموعة من المصريين، بعض كبار الملاك والأعيان مستفيدين من وجود الاحتلال. انتوا بقى يا فلان بيه وفلان علان وفلان انتوا يا جماعة خليكوا، احنا عايزينكم تكونوا قريبين مننا، احنا هديلكم اموال واراضي و اهم حاجة تقفوا معانا وتنفذوا سياستنا. فالملاك والاعيان قالوا خلاص، احنا رجالتكم، احنا اغنياء عشان موجودين معاكم، احنا بقينا ملاك اراضي واعيان عشان قريبين منكم، فلو انتم مشيتوا احنا نبقى فقراء. فاحنا ازدهارنا ونمونا الاقتصادي مرتبط بيكم انتم. دول مين؟ كبار ملاك والاعيان. اما بالنسبه للتعليم، طبعا اي احتلال واي قوه غاشمه بتسيطر على الشعوب وبتذلها، مش عايزين حد يدور على حق. طيب ايه علاقه التعليم بالحق؟ دلوقتي المصريين لو اتعلموا هيفهموا، ولو فهموا هيطالبوا بحقهم، لو طالبوا بحقهم يعرفوا ان هم مسروقين، ويعرفوا ان هم محتلين. فيبدأ الانجليز يعملوا ايه؟ خلوا التعليم اهملوا طبعا التعليم، جعلوه بمصروفات عالية. التعليم فقط في فئة قليلة. الهدف من الفئة القليلة دي انها حتى لما تتعلم مش تخرج علماء ولا تخرج ناس مبدعين، ولا لا 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 لا. المجموعة اللي هتتعلم دي تخرج فقط، او يتم تخريج مجموعة من الموظفين للعمل في الإدارات والمصالح الحكومية. يبقى تم إهمال التعليم، وتم جعله به بمصروفات عالية من أجل أن يكون محصورا فقط في فئة قليلة، وهذه الفئة سيتخرج منها مجموعة من الموظفين للعمل في المصالح والإدارات الحكومية. طيب، ده الوضع في مصر خلال الاحتلال البريطاني. ولكن ايه اخبار الكفاح الوطني؟ هل المصريين هيرضوا بالذل والمهانة واللي حصل مع احمد عرابي يسكتوا على كده؟ لا طبعا. هو اثر اللي حصل مع العرابيين اثر تأثير سلبي على الروح المصرية، فبدأ المصريين يشعروا بنوع من انواع اليأس والاحباط والفشل خلاص. يعني احنا كنا بنأمل ان نخلي مصر دي في حتة تانية خالص، ومصر تبقى من غير احتلال اجنبي ولا تدخل اجنبي. لا، ده الاحتلال الاجنبي جه وبدأ يذل في المصريين. فالمصريين قعدوا فترة عقبال ما استعادوا ثقتهم بنفسهم مرة تانية على يد مصطفى كامل ثم محمد فريد. لكن مصطفى كامل هيجد صعوبة شوية في ان هو يستثير الروح الوطنية لدى المصريين. هينجح لكن هياخد وقت من اجل استثارة الروح الوطنية لدى المصريين. استمر المصريين في مواصلة الكفاح ضد الاحتلال البريطاني. الهدف من دوت تحقيق الاستقلال وإقامة حكومة دستورية. وبدأ الشعب المصري من جديد يلتف حول القيادة الوطنية والزعماء الوطنيين المصريين مثل مصطفى كامل ومحمد فريد. نبدأ بالزعيم الوطني مصطفى كامل، يطلق عليه باعث الحركة الوطنية. شاب من الشباب المصريين من عائلة أرستقراطية، من عائلة تمتلك المال من أجل أن يتعلم. وبالفعل ولد مصطفى كامل عام 1874.
اتعلم مصطفى كامل في مدرسة الحقوق ويتخرج، وبدأ بدل ما يشتغل بالمحاماة زيه زي أي حد، بدأ تكون قضيته الأولى والأخيرة هي قيادة الحركة الوطنية، الدفاع عن قضية مصر. إذا كان أي محامي بيدافع عن مجرم، فأنا بدافع دلوقتي عن بريء. بدافع عن القضية المصرية، بدافع عن حق المصريين في الحياة، بدافع عن حق المصريين في الكرامة، بدافع عن حق المصريين في وطن خالي من أي محتل أو غاصب يعني يدث على نفوس المصريين. كان مصطفى كامل يقود الحركة الوطنية في أواخر القرن 19. طبعا الفترة اللي كان فيها مصطفى كامل بيحاول يصحي المصريين، يبعث الروح الوطنية في نفوس المصريين مرة أخرى. كانت سلطات الاحتلال البريطاني قد أحكمت قبضتها على البلاد، أشاعوا في المصريين روح اليأس، وبدأت بقى تظهر مجموعة من الأمثال الشعبية المصرية لتدعو للاستكانة والركود والجمود والتخلف والسكون. يقول لك ايه؟ خليك ماشي جنب الحيط، يا ابني اسكت، ملناش دعوة، الحيطان لها ودان. الحاجات دي كلها موروثات مصرية قديمة تدعو إلى الخنوع والخضوع للغاصب المحتل. كل الكلام ده بدأ يشيع المحتل في نفوس المصريين. فمصطفى كامل وجد صعوبة في إيقاظ روح الوطنية المصرية، لكنه قرر ان هو يتخذ طريق الكفاح ضد الاحتلال البريطاني. وكان كفاحه متمثل في اتجاهين: اتجاه خارج مصر واتجاه داخل مصر. نبدأ بالاتجاه اللي بدأ به مصطفى كامل خارج مصر، وبدأ يدعو لرفض اتفاقية الحكم الثنائي في السودان. ايه اتفاقية الحكم الثنائي دي؟ الانجليز لما احتلوا مصر، كانت السودان تابعة لمصر، فالانجليز ما يفوتوش فرصة مهمة زي كده، فعملوا اتفاق رضي به السلطة المصرية في ذلك التوقيت، وتم التصديق عليه، وهو أن تشترك الحكومة المصرية والحكومة البريطانية في حكم السودان. وكان ذلك يعرف باتفاقية الحكم الثنائي اللي تم توقيعها في يناير عام 1899. بدأ كمان مصطفى كامل يعرف الرأي العام الأوروبي بخطورة الاحتلال البريطاني، ويطالب القوى الدولية بالوقوف بجانبه وبجانب مصر، والمطالبة بحق مصر في الاستقلال ورفضه للاحتلال البريطاني. وطبعا وجد في فرنسا يعني ما يريد، وبالفعل ساندته فرنسا في كفاحه ضد الاحتلال البريطاني. ولكن هذه المساندة توقفت عنها فرنسا عام 1904 بعقدها الاتفاق الودي مع انجلترا. ايه قصة الاتفاق الودي؟ بعد ما صلى على النبي بقى عليه السلام، بريطانيا لقت ان فرنسا بتساعد مصطفى كامل، والامر دوت بدأ يسمع في اوروبا، ومصطفى كامل عايش في فرنسا وبيكتب في الصحف الفرنسية، والمثقفين والرجال السياسة بيسمعوا لمصطفى كامل ويتأثروا بيه. فوجدت ان مصطفى كامل خطر عليها، وجوده في فرنسا خطر. فتعمل ايه بريطانيا؟ بدأت تتفق مع فرنسا، تقول لها ايه؟ انا هسيبك تحتل المغرب مقابل ان انت تسيبيني احتل مصر. يعني كده يا عمي حسابات المصالح بتتصالح، زي ما بيقولوا كده المصالح بتتصالح. فايه اللي حصل؟ فرنسا بدأت تدور في دماغها كده، والله ده انا لما احتل المغرب هستفاد اكتر، يلا نعمل ايه؟ يلا نبيع مصطفى كامل. وبالفعل وقعت فرنسا الاتفاق الودي مع بريطانيا. طيب الاتفاق الودي بيقول ايه او تعريفه ايه؟ هو اتفاق تم بين فرنسا وانجلترا، بينص على ان تنفرد انجلترا بحكم مصر مقابل ان تنفرد فرنسا بحكم مراكش اللي هي المغرب حاليا. كمان مصطفى كامل استغل الحادثة الشنيعة اللي حصلت في مصر، حادثة دنشواي عام 1906. الحادثة دي
ندد بيها مصطفى كامل ورفض هذه الحادثة، وبدأ يقوم بفضح ممارسات الاحتلال البريطاني في أوروبا وفي كل مكان في أوروبا، وبدأ يندد بسياسته القمعية، الأمر اللي جعل اللورد كرومر وهو الحاكم البريطاني لمصر في ذلك التوقيت أو أول وأقوى معتمد بريطاني في مصر. نتيجة جهود مصطفى كامل وتنديده بسياسة الاحتلال البريطاني إزاء هذه الحادثة، اضطر اللورد كروم ان هو يقدم استقالته من مصر ويتم تعيين آخر مكانه، وكان ده يعتبر انتصار للقضية المصرية وانتصار لمصطفى كامل. طيب، ادي طبعا صورة اللورد كرومر، وادي مشهد من حادثة دونشوي. الحادثة بسرعة، يمكن يعني هي مش مقررة عليك في الامتحان، ولكن لازم أوضحها باختصار شديد. عام 1906 مجموعة من الضباط الإنجليز خارجين في إحدى قرى محافظة المنوفية عن قرية دونشواي، طالعين يصطادوا. واحد منهم ضرب سيدة مصرية بطريق الخطأ، الناس فماتت المرأة المصرية، وجري مجموعة من الفلاحين المصريين وراء مجموعة من الضباط الإنجليز مسافة طويلة. واحد منهم اتأثر وتعب من من الشمس اللي موجودة، هم طبعا جماعة أجانب فرافير يعني، تعبوا بسرعة واحد منهم تعب من الشمس، طب واقع، سكت، جات له سكتة قلبية ومات. فطبعا الانجليز دلوقتي بدأوا يوصل ليهم الخبر، فاتهموا فيها مجموعة كبيرة من اهالي القرية، تم القبض على مجموعة كبيرة جدا منهم، وصدرت ضدهم احكام بالاعدام شنقا، ومجموعة اخرى بالسجن، ومجموعة اخرى بالجلد، ومجموعة قليلة بالبراءة. وامعانا في ذل وظلم المصريين تم تنفيذ حكم الاعدام زي ما حضرتك شايف كده امام الاهالي المصريين في قرية دونشواي، في نفس المكان اللي مات فيه الضابط الانجليزي. وكانت طبعا حادثة مروعة ندد بها مصطفى كامل في دول اوروبا، مما ادى الى استقالة اللورد كرومر. ده كان جهد مصطفى كامل خارجيا. اما جهوده الداخلية، فبدأ مصطفى كامل يوجه خطبه ومقالاته للمصريين، فبدأ يحث المصريين على التمسك بالوحدة الوطنية عشان الإنجليز ما ما يضربوش المصريين في الوحدة الوطنية ويفرقوا بين المسلم والمسيحي. لا يا جماعة، كلنا في خدمة وصالح هذا البلد يا جماعة، لازم يكون عندنا إخلاص للبلد. وبدأ بخطبه ومقالاته يستثير روح الوطنية والكرامة في نفوس المصريين، وكأنه بيقدم جرعة من الأمل، جرعة من الحلم المصري، بأن احنا يا جماعة هيجي علينا وقت ونطرد الاحتلال البريطاني. بدأ يطالب بالدستور، أسس جريدة اللواء عام 1900 عشان تشكل الوجدان المصري وتكون رسالة للمثقفين المصريين. وأيضا أسس الحزب الوطني عام 1907، كما دعا إلى إنشاء الجامعة المصرية عشان يكون في مصريين يتعلموا ويطالبوا بحقوقهم، وتكون قصاد المصريين كلهم ومتاحة للمصريين. وشارك في الدعوة لإنشاء هذه الجامعة المعروفة الآن بجامعة القاهرة. ولكن طبعا مصطفى كامل جهوده دي لم تذهب سدى، ولكن كانت مجهودات عظيمة جدا أدت إلى استداد الحركة الوطنية في مواجهة الاحتلال البريطاني. بدأ المصريين يفوقوا ويحصل عندهم نوع من أنواع عودة المقاومة مرة أخرى زي ما كانت موجودة بالظبط أيام عرابي وأكتر. أدت جهود مصطفى كامل إلى استقالة اللورد كرومر، أول وأقوى معتمد بريطاني في مصر، نتيجة التنديد بحادثة دونشواي. ولكن المرض لم يمهل مصطفى كامل، المرض حرمنا من جهوده العظيمة. المرض قضى على مصطفى كامل وهو في رعاية شبابه، فتوفي مصطفى كامل عام 1908 لكي يتولى قيادة الحزب الوطني من بعده الزعيم محمد فريد، ويتولى أيضا قيادة الحركة الوطنية علشان يكون ليه برنامج خاص بيه، ويكون ليه مطالب
ستكون لها أثر بالغ في الحركة الوطنية المصرية. ولكن محمد فريد قد تولى رئاسة الحزب الوطني في ظروف صعبة. ايه الدليل على الكلام ده؟ ان محمد فريد كان بيكافح ويجاهد الاحتلال البريطاني، وفي نفس الوقت واقف ضد الخديوي عباس حلمي الثاني. طيب ايه قصة عباس حلمي الثاني؟ في بداية استعادة الحركة الوطنية كان عباس حلمي الثاني واقف مع المصريين بيساند الحركة الوطنية، ولكن تحول هذا الخديوي من مساندة المصريين إلى موالاة الاحتلال البريطاني، وبدأ يشوف مصلحته مع الإنجليز. فقرر محمد فريد أن هو يواصل جهاده وكفاحه ضد الاحتلال البريطاني والخديوي في وقت واحد، وكان يطالب بالجلاء والدستور. طيب ايه هو برنامج محمد فريد؟ هو او ايه هي المطالب اللي كان بيتبناها محمد فريد من اجل تحرير مصر واستقلالها؟ من مطالبه انه هو طالب بانشاء مجلس نيابي له سلطات واسعه. يكون عندنا مجلس نيابي، ده اللي كان بيطالب بيه عرابي زمان واتعمل بالفعل لكنه تم الغائه. فعايزين يا جماعه يكون عندنا مجلس نيابي محترم منتخب من الشعب المصري يرعى مصالح المصريين. دي كانت اولى مطالب محمد فريد. اثنين، دعا او طالب بانشاء نقابات للعمال. نقابات يعني ايه نقابه؟ يعني هيئه أو مؤسسه بتشوف حقوق الايه العمال المصريين. يبقى عندنا مثلا نقابه الحدادين، نقابه عمال السكه الحديد، نقابه النجارين، وهكذا، عشان النقابات دي هي اللي تجيب حقوق الايه المصريين. ثلاثة، دعا الى انشاء مدارس الشعب الليليه. يا جماعه مصر دلوقتي فيها نسبه اميه عاليه جدا جدا جدا، فنعمل ايه؟ عشان نجيب حقنا لازم تكون الناس عندها فهم وتعليم وثقافة. طب الفهم والتعليم والثقافة ده يجي ازاي؟ لما الناس تروح تتعلم. طب الناس دلوقتي كبيرة، سنهم كبير، يتعلم ازاي؟ فطالب بإنشاء مدارس تعرف بمدارس الشعب الليلية. هيروح العمال والفقراء بالليل يتعلموا في هذه الايه المدارس. طب بالنسبة للنشء والشباب الصغيرين، دعا محمد فريد إلى جعل التعليم إلزامي في المرحلة الابتدائية ويكون بالمجان. أهم نقطة كمان إن محمد فريد نجح في إجبار الحكومة المصرية على دعوة مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية إن هم يا جماعة يجتمعوا من أجل مناقشة الطلب اللي طلبته شركة قناة السويس. القصه يا سيدي عشان ما اطولش عليك، ان شركه قناه السويس كانت عامله امتياز مع بين ديليسيبس وبين سعيد باشا. الامتياز ده يكون 99 سنه، فالانجليز عايزين يزودوا 40 سنه كمان. شفت البجاحه وقله الذوق وقله الادب وقله التربيه بتاعتهم. احنا سكتنا لكم يا سيدي على الامتياز الاولاني، هم عايزين عندهم امل ان هم يزودوا الامتياز 40 سنه كمان. فطبعا الموضوع كان هيتم زي ما تم العقد الاولاني والتاني ومن غير ما حد ما يعرف من المصريين، فكان هيتم من غير ما حد ما يعرف. ولكن محمد فريد وصلت ليه اخبار وانباء عن هذا الطلب، فبدأ يدعو جموع المصريين ويدعو مجلس شورى القوانين والجمعيه العموميه لمناقشه هذا الطلب. فتم بالفعل مناقشه الطلب، والامر بيه كان عرف بيه المصريين خلاص. فطلعت التوصية من مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية برفض هذا المشروع. وبالفعل الحكومة المصرية رفضت طلب الشركة بمد امتياز شركة قناة السويس. وبكده يكون ده انتصار كبير جدا جدا لمحمد فريد اللي توفي عام 1919 عشان تبدأ مرحلة جديدة من مراحل التاريخ المصري، وهي ثورة 19، ويكمل النضال من بعده الزعيم سعد زغلول. ويكون ليه دور كبير جدا جدا جدا. جهود مصطفى كامل وجهود محمد فريد ما كانتش جهود تضيع هباء، ولكن استثمرها الشعب المصري وقام بثورة خالدة
في مش بس التاريخ المصري، ولكن ثورة عظيمة علمت العالم كله معاني عظيمة هنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس اللي جاي. برضو أوصيك كل مرة إن أنت تذاكر وتحل أسئلة، عشان تكون حضرتك معاك الورقة والقلم على طول بتأيد هذه المعلومات. وإن شاء الله نلتقي في الدرس الأخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.